هو الحب بعد الجواز بيقل ولا بيروح خالص؟ علشان نجاوب على السؤال ده محتاجين الأول نفهم مراحل الحب واللي قالت لنا عليهم شيماء الجمال في كتاب انت والتانيين. قالت ان الانسان في الحب بيمر ب3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الشهوة أو الشرارة الأولى دي، اللي هي لما يعدي جنبك كده تروحي متدورة تبصي على طول، اللي هو تلاقي نفسك داخل على البروفايل بتاعها ومتنح في صورها بلا أي هدف. في المرحلة دي كده في اللي هي الباترفلايز أو الفراشات. ليه بقى؟ لأن فيه هرمونين هما الاستروجين والتستوستيرون بيفرزوا كتير شوية في المرحلة دي، فبيحسوا كده إنهم منجذبين لبعض وبيحاولوا يعملوا كل حاجة في الدنيا عشان يقربوا من بعض. وأول ما بيقربوا والقلوب بقى تبتدي تظهر حواليهم ندخل على المرحلة التانية، مرحلة الانجذاب. دي أحلى وأصعب مرحلة في الحب، اللي هي كده اللي بيسموها هانيمون العلاقة، اللي الناس بتتهبل فيها دي، بتفرح وتحزن وتنام وتسهر وبتاكلش والهبل اللي بيحصل كتير ده. المرحلة اللي فيها شغف في الحب عشان بيفرز فيها 3 هرمونات، الادرينالين والدوبامين والسيروتونين. الادرينالين بيفرز لما نحس بالتوتر كده، تلاقي نفسك كده وهي موجودة عمال تعرق وجسمك سخن وقلبك عمال يدق وتوترت ما تفهمش من ايه. اما بقى الدوبامين فده اللي بيخليك طاير كده، ده هرمون اللي بيفرزه المخدرات والسكريات والحاجات اللي احنا بندمنها دي، فبتبتدي تحس بالادمان للشخص ده، بتاعت اللي هو انا مش قادرة ابعد عنه ومحتاجاه ومش بتبسط غير معاه هو بس حتى لو في عيوب الدنيا. الحقيقة ان هو علشان بقت اكتر حاجة بتعلي الدوبامين عندك ادمنتي. اما بقى هرمون السيروتونين فبيقل، وده اللي مسؤول عن النوم والشهية، فده اول ما بيقل بتلاقي نفسك بقى مش عارف تنام والتفكير كتر وممكن الشهية تتأثر. حب بقى، ويفضلوا بقى يسمعوا في أغاني وحب وتليفونات ورغي لحد ما ندخل على المرحلة الثالثة، مرحلة الارتباط أو العلاقة الحقيقية. وهنا بنتصدم، الهرمونات اللذيذة دي بترجع تظبط تاني، وهرمونين جداد بيتم إفرازهم، والهرمونين دول بيفرزوا بقوة مع الترابط الجسدي، والعلاقة بتتعزز جدا جدا، وبيخلقوا بقى أحاسيس مختلفة، أحاسيس عاطفية، أحاسيس بالراحة، بالأمان، بالاستقرار، بالرغبة في حماية واحتواء الشخص اللي معاك، وبيخليك عايز تفضل قريب من الشخص ده وجنبه ولمسه. انما بقى الباترفلايز والحاجات الحلوة دي لا خلاص بتروح. علشان كده الناس بتقول ان الحب بيروح بعد الجواز. هو الحقيقة مش بيروح، هو بس شوية هرمونات بتقل فبتخلي التوتر واللهفة والحاجات اللذيذة دي بتروح، وشوية هرمونات بتزيد فالراحة والأمان والاستقرار بيجوا. فمعلش حبوا بعض واعرفوا ان دي المراحل، لان دي طبيعة الحب، مفيش مرحلة بتفضل على طول. يا ريت يا سيدي قولولي بقى عديتوا بكام مرحلة، اكتبولي في الكومنت، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.